السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، بجد وحشتوني قوي. وحشني ان انا اصور معاكم الفيديوهات واعرف رأيكم فيها. وحشني كومنتاتكم. هي مش كتير، بس انا ببقى مستنية كومنت كل حد يقول رأيه، ولو عنده اي استفسار انا معاكم في اي حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان دايما تشوفوا الفيديوهات بتاعتي. انا النهاردة جاية اكلمكم عن خلاط تورنادو. بجد ما كنتش متخيلة ان هو يعجبني كده خالص. انا دايما ببقى يعني مقتنعة بحاجات كينود او براون او بلاك اند ديكر، الحاجات اللي هو فيليبس، الحاجات اللي انا مستخدمة منها اجهزة تانية وعارفاها بقى من زمان. مامتي وخالتي وستي كلهم بيستخدموها، فما كنتش يعني تورنادو برضو من زمان وكله بيستخدمها، بس انا كنت دايما عندي اعتقاد خلاط جامد كينود براون كده. والصراحة الخلاط اللي انا كان نفسي فيه كان من براون، بس ما كانش لسه نزل مصر. فعشان كده قلت بقى ايه، كنت انا داخله اجيب هاند بلندر، وقلت اجيب بقى الخلاط ده ايه، سعره كويس وخلاط بس معوش اي حاجه، اللي هو يقضي الغرض معايا لغايه لما اجيب الخلاط اللي انا نفسي فيه. بس الصراحه يا جماعه الخلاط ده يعني ابهرني. طلع حلو جدا. هو القوه بتاعته 800 واط. ليه 5 سرعات، وفي واحدة هنا لجرش التلج، وتحت برضو اللي هي بتبقى ذبذبات، اللي هي بتبقى بتدوسي عليها وتفصلي، برضو زرار كده. والخلاط من جوه هنا دول 6 سكاكين مش 4. المهم انا الراجل شكر لي فيه جدا وقال لي كويس وكده، فانا قلت ايه، انا مش هدقق، هو خلاط هيبقى معايا يقضي الغرض الفترة دي، وبعد كده بقى بعدين اجيب الخلاط اللي انا نفسي فيه. لا طلع تحفة. بيعمل سموزي، بيجرش التلج كويس جدا. الطماطم فيه تحفة. يعني بتتفرم جامد، ما بتبقيش محتاجة ان انتي تصفيها وكده. استخداماته كتير جدا. العصاير فيه بتطلع حلوة قوي، السموزي برضو تحفة قوي. عايزة تجرشي اي تلج هو معاكي في اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده الجسم بتاعه هنا بالطريقة دي كله ستيل، من ورا ومن قدام. هنا من ورا يعني من تحت كده بصوا، في زي الجلد اللي هو بيبقى من تحت ده بيثبت الجسم ده كويس عشان يعني ما يتهزش منك وهو شغال. عايزه اقول لكم ان هو حصل معايا فيه يعني حاجات كتير قوي، وبرده كويس يعني. وقع بقى عصير لبره، ما قفلتش المكان ده كويس، فغرق الدنيا هنا عصير. انا قلت بقى الخلاط باظ، وكنت بقعد اعيط جنبه لغايه لما انشفه واظبطه، والاقيه رجع تاني الحمد لله الحمد لله. رجع تاني كويس. احلى حاجه فيه كمان ان الشفشق بتاعه ازاز. انا دايما كنت عندي مشكله في الخلاط بتاعي القديم، ان الشفشق بتاعه اللي هو الباغ ده او يعني بلاستيك او معرفش هما بيقولوا عليه ايه، بس ما كانش ازاز. كان دايما بحس ان فيه ريحه، بحس ان هو مش بينضف كويس، مهما نضفت فيه برضو الريحه بتبقى ماسكه فيه. لكن الازاز صحي جدا، مفهوش اي حاجة مضرة. انا دايما بحب الازاز، المية الازاز، بحب الحاجات اللي انا بستخدمها تبقى ازاز. فكانت امنية حياتي ان انا اجيب الخلاط يكون ازاز، عشان برضو ما اشمش ريحة مش عجباني، او يكون في ريحة الاكل، واحط مثلا اجي اعمل عصير وانا عاملة مثلا طماطم او عاملة عدس، عاملة اي حاجة، فتفضل في ريحة الحاجة دي فتكرف الحاجة التانية. لا ده كان كويس جدا. بينضف، بس اهم حاجة ان انتي ثواني، معلش انا قفلت بس عشان ايه افتح لكم الغطا بتاعه. اهم حاجة ان انتي تبقي مهوية الغطا كده بعد ما تصفيه كويس وتنشفيه كويس، تهوي الغطا كده، ما تكتمهوش بيه. يعني انا دايما بحطه في الرف الغطا عامل كده يبقى متهوي تمام.
كمان الغطا محكم جدا، في زي دي كده، انا بفتحها برجعها لورا هنا وبنضفها وبرجعها تاني. هي ساعات بتلم عصاير او حاجات من تحت، فبصوا انا بقوم مطلعاها هنا منضفاها واقوم مرجعاها تاني، يا اما بقلبها. انا مش عارفه اوريكم بس عشان انا بوريكم بايد واحده. وده برضو بتفتحوه وتغسلوه كويس وتقفلوه عشان ما يكونش بس فيه اي روايح او اي بقايا عصاير او اكل فيكرفوا على بعض. تمام. هنا برضو لو تلاحظوا ان السكينه دي، بصوا من تحت هنا كده، دي بتتفتح. ثواني افتحها لكم واجي تاني. بصوا كده، انا اول ما جبته ما كنتش اعرف، كنت عماله احاول افتح في دي، طلعت دي هي بس اللي بتتفتح. يعني انا كنت فاكره ان ده كله جسم واحد، فعماله بقى احاول افتح، ويا لهوي الخلاط طلع ما بيتفتحش ومش هعرف انضفه كويس وكده. بس الحمد لله يعني مع الوقت فهمت ان الجزء ده بس هو اللي بيتفتح، وجربت كذا مره بالراحه برضو لان انا كنت خايفه عليه. آه ودي بتتفتح، والجلده دي بتنزليها وتغسلي كل ده وترجعيها تاني بنفس الطريقه دي كده. بس اهم حاجه يا جماعه ما تغلطوش غلطتي، وما يعني ما تتاكدوش ان انتوا قافلينها كويس جدا جدا جدا، لان انا يعني ما اتاكدتش ان انا قافلاها كويس. لقيت بقى نفسي وانا بعمل العصير بقى ينزل يعني العصير بقى، والدنيا اتبهدلت وكده. انا قلت الخلاط باظ، بس الحمد لله يعني قدرت انضفه وانشفه ولحقته يعني. فخلي بالكم عشان ما تخسروش يعني جهاز تكونوا انتوا حابينه. وطبعا الخلاط ده ايدينا ورجلينا في المطبخ، فيعني اهم حاجة ان انتوا تتأكدوا ان انتوا قافلينها كويس، وتتأكدوا ان انتوا غسلتوا كل الحاجات دي عشان ما تبقاش فيها بقايا اكل. وزي ما انا قلتلكوا يعني الاكل يأثر على بعضه، يكرف وريحته تبقى مش حلوة، طعمه يبقى مش هو. بالذات العصاير، اما تيجي تبقي عامله مثلا اكل هنا طماطم، او عامله عدس او اي حاجه بتبقى ريحتها قويه، او اكل البيبي او كده، تتاكدي كويس جدا ان انت غسلتيه من فوق من تحت وفكتي كل حاجاته علشان وتهويه كويس علشان يرجع طعم الحاجه تبقى كانها اول حاجه دخلت في الخلاط، وريحتها حلوه وكويسه وكده. وعامة السرعات بتاعته 5. انا ما بوصلش لل5 سرعات، هو انا اخري 1 و2. جرش التلج بيبقى ليه زرار من فوق اللي هو ده زي ما انا قلت لكم، فهو حلو جدا. انت لو عايزه تقوي السرعه، عايزه تجرشي التلج جامد، ممكن تقوي عادي، بس انت عمرك ما توصلي ل5 لان هو ما شاء الله قوته حلوه. ده كان الريفيو بتاعي عن الخلاط بتاع تورنادو، يا رب يكون عجبكم. انا حبيت ان انا افيدكم بالتجربة بتاعتي. الخلاط ده كان عندي بقاله 2 سنين. انا مش بعمل اي ريفيو غير لما اكون جربت الحاجة اللي انا بعمل لكم ريفيو عنها فترة كبيرة او فترة كافية، يعني ان انا اكون اتأكدت ان الحاجة دي كويسة او مش كويسة او ايه عيوبها عشان اقدر افيدكم بالريفيو بتاعها. يا رب يكون الريفيو بتاعي عجبكم وتكونوا بتستفيدوا من ريفيوهاتي. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.